تعالوا بقى نعمل مع بعض احلى طبق فول كده للفطار زي ما انتم شايفين الجمال والحلاوه. هو ده طبق الفول اللي انا هنعمله بكل سهوله في البيت. طب ما انتم شايفين كده الفول وجماله. اهم حاجه طبعا في الفول الليمون. هنا بقى هننزل بالفول بتاعنا زي ما انتم شايفين كده، شارين الفول او عاملينه في البيت. براحتكم هتبداوا تهرسوا البفول كده باي شوكه او بهرسه عندكم لحد ما توصل للقوام الناعم ده كده زي ما انتم شايفين. طبعا ننزل بالزيت، طبعا معلقتين كبار من الزيت كده او 3 معالق زيت زيتون او زيت ذره. طبعا رشه ملح بتاعتنا الخفيفه اللي هي بتظبط طعم الفول. واهم حاجه طبعا رشه الكمون الجميله اللذيذه دي كده زي ما انتم شايفين كده. نزلنا بالكمون بقى ننزل بالطماطم بتاعنا والفلفل رومي او سبايسي حسب انت ما انت عايز. كده نزلنا بالمكونات بتاعتنا بالاول، نقلب بقى الكلام ده كله كده مع بعضه. يا جمال يا شيف محمود، هو ده الكلام. طبق فول هتقدري تعمليه في البيت بكل سهوله وصحي من غير تسبيكه ولا اي حاجه. هو ده الكلام. قلبنا الطماطم والفلفل والفول مع بعض، ننزل بقى بمعلقه الطحينه او بمعلقتين الطحينه الجمال بتوعنا كده زي ما انتم شايفين، او اي تذكره طحينه تقدري تنزلي بيها. ونبدا بقى بعد ما نزلنا بالطحينه نقلب المكونات دي كده نمكسها مع بعضيها زي ما انتم شايفين كده. هو ده الكلام. احلى طبق فول ده ولا ايه؟ عملنا طبق فول لذيذ كده سريع نقدر نفطر بيه الصبح او في العشاء. زي ما انتم شايفين هنقلب بقى الطحينه بتاعتنا دي تقليبه كويسه. واهم حاجه بقى ايه؟ عصره الليمون وسنه زيت كمان. لو عندك زيت زيتون بقى ما تحرميناش من الكلام ده. هو ده الكلام. سنه الزيت الزيتون مع الليمون هتظبط الكلام. واهم حاجه عصره الليمون. احلى طبق.